برشلونة بتفوز على ريال مايوركا 3-0 بأقل مجهود ممكن، أقل مجهود مبذول في المباراة. الهدف الأولاني عن طريق رافينيا في الدقيقة 7، هدف كان مبكر جدا. الهدف الثاني كان فران توريس، وطبعا الكورة كان في لاعب من ريال مايوركا وقع على الأرض، كان الحكم ممكن يصفر يحسب وقف اللعبة والكورة ما تتحسبش جون، بس الحكم اتأخر، بس الجون اتسجل يعني. والهدف الثالث عن طريق طبعا لامين يامال في الدقايق الأخيرة، خلاص الوقت بدل ضايع، وبرشلونة بتفوز بثلاثية واتطرد 2 لعيبة من ريال مايوركا في أول شوط. في الدقيقة 33 والدقيقة 39 اتطرد لاعبين، فالماتش بقى سهل لبرشلونة، وبرشلونة خلصت الماتش من الشوط الأولاني وكانت ممكن تكسب بنتيجة كبيرة، بس تضييع الفرص وعدم التركيز هو اللي أدى لكده. وطبعا هانز فيليك عمل تبديلات كتيرة الشوط التاني وفتح الخطوط وهاجم كتير، إن أصلا الفرقة اللي قدامه بتلعب ناقصة لاعبين، فهاجم ونزل لعيبة كتيرة، سحب كوبارسي ونزل جافي، وعمل تبديلات كتيرة كانت هجومية أغلبها. نزل فران توريس، سحب فران توريس ونزل راشفورد. وطبعا كان التشكيل البداية بيه كان بيلعب خوان جارسيا طبعا حارس المرمى، كان بيلعب اراوخو وكوبارسي وبالدي وإيريك جارسيا، وكان بيلعب قدام فران كان بيلعب ديونج وبدري وطبعا فيرمان لوبيز بدل اولمو كان على الدكة، وقدام فران توريس، وعندك لامين يامال ورافينيا، وكان راشفورد حطه على الدكة برضو. فده كان تشكيل برشلونة اللي ابتدى بيه الماتش، وانا اعتقد التشكيل ده مش نهائي، ممكن يعمل يعني ايه، مش ده التشكيل اللي هيستمر طول الموسم، ممكن يعمل تعديلات فيه. والشوط التاني طبعا التغييرات وكده دي بسبب الطرد الاتنين لعيبة من ريال مايوركا. هو جازف طبعا منزل كل حاجة هجوميين وعنده حق، لازم كان برشلونة تكسب بنتيجة اكتر من 3. انا شايف كان 3 دي شوية، كنت لازم تستغل وتضغط. بس بشكل عام برشلونة فازت، حققت الفوز في أول افتتاح الدوري الأسباني، 3 نقط مستحقين، فيعني حاجة جاب من آخر، برشلونة أخدت 3 نقط. أهم حاجة التركيز في الماتشات الجاية ونشوف برشلونة هتعمل إيه. ده كان برشلونة مع هانز فيليك بماتش قوي جدا وأداء بأقل مجهود كسبت. في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بأداء متوسط أو فوق متوسط آه، كسب وولفرهامبتون 4-0 يعني بنتيجة كبيرة. طبعا هالاند جاب هدفين وهدف ريان شرقي وهدف ريندرز، كان يعني مانشستر سيتي عملت ماتش مهم كان قوي. طبعا عمر مرموش ما شاركش في التشكيل الاساسي، مع انه كان ممكن، كان في تقارير اللي هو هينزل في التشكيل الاساسي، حطه على الدكه وما ابتداش بيه، نزله بدأ في الشوط الثاني. في الشوط الثاني بيب جوارديولا نزل عمر مرموش بدل دوكو، ونزل عمر مرموش عمل اداء كويس